طبعا احنا والشيخ وهالعائله هذه وعشيره الهسنيان علاقه قديمه جدا من اجدادنا طبعا، وهم اخوتنا وهم اهلنا واصدقائنا، وكل الاخوه العشائر الكرديه اللي موجوده هم اخوتنا، وعلاقاتنا تاريخيه معهم وين ما نروح. يعني احنا ما اريد اذكر الاسماء العشائر لان كلهم اهلنا وكلهم ناسنا، وهالبيت هذا علاقتنا معهم قديمه ان شاء الله وتستمر باذن الله تعالى. الحمد لله الاقليم ينعم بامن وامان وقياده رشيده، وهذا شيء جميل جدا انه تشوف الشيء والاعمار اللي موجود ما شاء الله بالاقليم. حكومه الاقليم له دور في هذا الامر جدا، وما شاء الله هالجمعه العشائريه الحلوه هذه جمعنا الشيخ ان شاء الله دائما، وان شاء الله المره القادمه بالموصل ان شاء الله. كل الاخوان ايضا مدعوين، وبيوتهم بيوتنا وبيوتنا بيوتهم. يعني الخيرات في سوريا بها يؤثر على مناطقكم؟ اولا انه داخليا احنا الحمد لله متحدين، يعني مثلا علاقتنا احنا والاقليم اخوه واهل، وما بيناتنا الا انه نسند بعضنا وسندنا بعضنا بايام داعش الحمد لله. وكذلك الامر علاقتنا الداخليه مع هناك. انا كنت في جوله كبيره على الايزيديه، على الاخوه اللي موجودين العشائر العربيه في نينوى كلها، زرتهم ومريت عليهم وقلت لهم نحن صف واحد. والان اقول اعتقد جميعنا صف واحد، لان الامن من صار شيء ضد البلد، الامن كل البلد تهدد. فالان كلنا ان شاء الله صف واحد، وكلنا تعلمنا من التجارب الماضيه انه نكون صف واحد لاجل امن وازدهار واستقرار المكان. اقليم كردستان يعني يحظى بقياده مثل ما يعني رشيده، قياده الرئيس مسعود البارزاني، هذا الشيء اللي يربط العلاقات بشكل صحيح. وانا زرت الرئيس البارزاني قبل اسابيع، وايضا قلت له على موضوع سوريا انه حتى في سوريا الاخوه الكرد والعرب الشعب هم شعب واحد، وهذه رسائلنا الى اهلنا في سوريا انه كلنا سويه وبيننا من المشتركات اكثر بكثير من اي خلاف ان وجد الخلاف، وان شاء الله ماكو خلاف. شيخ او خالد جرينجت ابو وهاتي بحث كل شبونه طيبتي همي كساتي بنافشي يعني تشتكي حقي تشتكي نهاتي بحث كرن بس وكو ما ديار كري وشيخي ديار كري اما كو عشائر كردي وعربي ام برايت لكن شبريفا ودي بردوان بابراتي حتى عمين ان شاء الله. طيبتي الشمر يعني فيوانديت طيبتي شمر برايت ما نجبريفا اريكاري هنا بين عشائر كردي هالسنة وميرا وميسراشا وقرقري ونافينا شمرا ونافينا وعشائر ديجي او جبيري وعراعرة ومعامرة وشرابيا وجحيشة حمي عشائر بردوام علاقتي ما بردوام بيكبه حاضريات نكرن يعني او برانكاري سوريا تشبوي وين حدود قالوادا حاضري تشنبيا بس حاضر وكو ام بحثت انه ابا ريدانك تشيبيا لسوريا والشرق الاوسط دي هر تاثيره وهبه برو عراقي بحثي موضوع تشتكي عامه ما بحثك اياه بس ان شاء الله. شيخ مو بس الروداو احنا زمان هم نحق عليه اعلام زمان لانه باعتبار احنا جيران. هسه الروداو بذوتين احنا لازم تعطينا التصريح لانه الشيخ من زمار وانت من ربيع اكيد جواري. زيارتك محافظه دوق بالتحديد المنزل الاغا خالد السن يعني والله طبيعه الزياره يعني اخوي الشيخ خالد نعم. علاقتنا معهم مع عشيره الهسنيان هي علاقه قديمه جدا، وانا كنت اتكلم بالسياره نعم. من عهد الوالد ومن عهد جدي العلاقات مع جميع العشائر الكرديه، وهذا فخر بدايه للفخر انه شعورنا شعور واحد واحنا في صف واحد ان شاء الله دائما لاجل امن واستقرار، وبيننا كل الموده والتفاهم والمحبه، وان شاء الله هذه تكون دائما ومستمره. ان شاء الله تستمر مثل هاي الزيارات ان شاء الله باذن الله. وهم ايضا انت راح تزور الربيع اكيد اكيد يعني بيت اخونا الكبير الله يسلمك مثل ما قال الشيخ. احنا قلنا لهم الجماعه السيد مسعود البارزاني الله يطول عمره ويستر. امين. الشيخ طبعا ذكر مواقف الرئيس مسعود البارزاني طبعا وتصريحك حقيقه له وزنه. لا يعني شوف انا قبل اقل من شهر زرت الرئيس مسعود البارزاني ودائما ازوره الحقيقه، دائما استمع لحكمته
ونأكد على شيء واحد: الأمن والاستقرار في نينوى وفي العراق كله. وهو يهتم للعراق كله، خاف أحد يقول لك ترى يهتم بمحافظة أو الإقليم. هو يهتم بكل العراق، مثل ما العراقيين يهتمون ويهمهم أمن واستقرار كردستان. طبعا هاي الزيارة رح تكون محل حفل واحترام وتقدير للعشائر الكردية في ناحية زمار أيضا. طبعا شكرا جزيلا.